السلام عليكم. اجي معايا كل صيف عندك نفس المشكل، كتحرف لك فين غادي دوزي فاكونس، تستافدي من البحر او ميم طون ما تاخديش السيئات. فاليوم غادي نرشدك لواحد البحر اللي كيتواجد في الحسيمه، اللي الاسم ديالو حمامات اولا حمام شعبي. فهذا البحر هذا الرائع في واحد السيستم رائع، وصراحه من هنا كنبغي نشكر وفاء ترفع لهم القبعه انهم عملوا هذا السيستم هذا. اول شيء اللي كيثير الانتباه ان هذا البحر هذا فيه سبحان الله الباب كانك تدخل الحمام. ثانيا فيه واحد البلاكه اللي كترشدك على ان هذا الحمام يمكن للنساء يعوموا فيه من 8 ونص الصباح حتى للجوج ديال النهار، والرجال يدخلوا من الجوج ديال النهار حتى ل8 ونص ديال العشية. فلا يمكن ان شي راجل يدخل مع 9 ولا 10، فراه غادي يدخل على رجلو وغادي يخرج هازينو، غادي ياكل فلقة ياك. هذه من جهه، وهذه واحد السيستم اللي روعه باش النساء ياخذوا راحتهم والرجال ياخذوا راحتهم، وحتى واحد فيهم ما ياخذ الاثم. فهاد السيستم اللي عاملين هاد البحر هذا فغادي يعجب بزاف الناس السنيين اللي صراحه ما بقاش عندهم مكان في البحوره العاديين، كيكون الاختلاط والعراء الى اخره، فكيضطروا انهم يمشوش للبحر، وبالتالي كيتحرموا انهم يستافدوا من يعني الاستجمام في البحر. من جهه اخرى ان هذا البحر فيه جوج ديال الميزات، فيه بحر اللي هو عادي ونقي وكيشعل، وفيه العومه غزاله، وفيه كذلك واحد المعدن اللي كيخرج من تحت هاد الصخر اللي فيه الكبريت. وكيف كنعرفوا ان الكبريت واحد الماده اللي ما شاء الله كتشافي وكتعالج الامراض الجلديه. كيجيو الناس هنا اللي مرضين، وكيجيو حتى الناس اللي صحاح، وكيستمتعوا بديك الجو ديال ديك الحمامات اللي تما، كيستافدوا من هذاك الكبريت اللي كيدخل للذات وكيعطينا ما شاء الله تعالى يعني واحد القوه للجلد ديالنا، ولا كانت عندنا شي امراض جلديه كيمتصها، فما شاء الله تبارك الرحمن. كنبغي نقول لك سيداتي، فاليوم ما عندكش العذر، جمعي وليداتك حويجاتك واتجهي للحسيمه ومشي استمتعي، دوزي واحد اليومين ولا 3 ايام في هذه المنطقة الرائعة اللي غادي تكوني دوزتي نهار زوين، استمتعتي بالبحر، استمتعتي بالماء بالكبريت العذب، ومن دوزتي احسن فاكونس. واكثر من هذا، واهم شيء انك ما تكونيش اختلطتي، ما تكونيش خديتي مشيتي لمواقع الفتنه، وما تكونيش خديتي الاثم. مرحبا بكم في الحسيمه، شكرا لاهل الحسيمه، اهل الخير.